السلام عليكم حباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت معكم واحد الفطيره سهله مهله بدون حليب، بدون زبده، غير بيضه واحده، شي حاجه سهله وزوينه بزاف، وما شاء الله تطلع واحد الفطيره غزاله بزاف وتتجي المذاق ديالها رائع جدا، وتنسميها وتعمريها باش ما حبيتي وباش ما بغيتي. بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو مباشره للمقادير. هنايا راه عندي واحد نص كاس ديال السكر، ديال العنبه ما عامرش، وهنايا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نزيد واحد 2 كيسان ديال الماء يكونوا دافيين، وغادي نزيد هنايا واحد البيضه واحده، وغادي نزيد 4 كاس ديال الزيت. 4 كاس ديال الزيت تقريبا، هاز بالمعلقه، هاز واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت. وهنا غادي نزيد واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وراه من قبل راني درت ساشي ديال الفاني. مقادير ساهلين، مقادير مضبوطه ساهله. غادي ناخذوا هذاك واحد تقريبا 2 كيسان، وغادي نزيدوهم على الخليط ديالنا، نخلطوه مزيان حتى يولي هذاك الخليط عندنا سائل. من بعد عاد غادي نبقى نزيد في الدقيق ونخلط مزيان. كما تشوفوا معايا الطريقه راه سهله وعمليه، وضروري داك العجين ديالنا ما يبقى يلتصق لينا في اليد، لانه ما بغيناش يكون قاصح بزاف باش ما يجينا مدقس ومعجن. ضروري ما غادي يبقى يلتصق معنا في اليد بحال هكانيه كما تشوفوا معايا. وانا راه غادي ندهن ايديا بشويه ديال الزيت، وغادي نجمع العجين ديالي وغادي نخليه يرتاح تقريبا واحد ربع ساعه ويختمر فيها. عاد غادي نجي نعاودو ثاني ونفرغوا منه هذاك الهواء ديال الخميره. ضروري من هذه العمليه باش يصدق لينا هاد بريوش او هاد الفطيره هذه تتصدق لينا زوينه بزاف وتجينا خفيفه، ما تجيناش مدقسه. هنا راه مع كاينه السمره وكاين البرد، راني غطيتها، درت عليها الميكا وزدت عليها واحد المانطه باش يلاه تخمر ليا، لانه الجو عندنا هنايا شويه بارد. كما تشوفوا معايا هنايا راه من بعد ما اختمر ليا داك الخليط، كما قلت لكم دهنت ايديا بشويه ديال الزيت ونعاود ثاني ندلك فيه. كما تشوفوا الخليط راه مطلوق شويه، ضروري ما يبقى يلتصق في اليد. هنايا راه المره الثالثه كما تشوفوا صافي. هنايا غادي نهزو نحطو فوق سطح العمل، وغادي دائما تندهن ايديا بشويه ديال الزيت. كما تشوفوا الطريقه راه سهله ماهله، يعني طريقه عمليه. تنقسم العجين ديالي على 2. كما تشوفوا ما شاء الله العجين ولا كله فقاعات، يعني راه العجين ماشي عطيناه داك الدلك نيت، غير تنحيدو منه داك الهواء ونرجعوا ليه، ونعاودو ثاني نحيدو منه هذاك الهواء ديال الخميره ونرجعوا ليه. هكا العجين ديالنا تيجينا مهوي. هنايا غادي نسرح على سطح العمل، غادي ندهن بطبيعه الحال. ضروري ما تدهني شويه ديال الزيت باش ما يلتصقش، او لبيتو العمليه تجيكم ساهله. ديروا فرشوا داك قاغيط الزبده وقرصوا من فوقه. ملي تبغوا ديروا ملي تبغي ديريها في المقله، كما قلت لكم انا راه غادي نقرصها في المقله وغادي ندخلها الفران بالمقله. هنايا المقله ديالتي راني شديتها وقطعت عليها واحد القاغيط، وغادي نقرص من فوقه. كما تشوفوا غادي هزيت ديك الخبيزه ديالي ودرتها فوق هذيك المقله. وهنايا غادي نقرص التاليه عاوتاني. هنايا راني جبت واحد القليل من الشوكولاته ديال الدهن، وغادي نسرحها على هاد الفطيره هذه. كما تشوفوا هنايا اللي بغيتو ديروا الفرماج، ديروا العجين يكون مالح، لكم الاختيار. هنايا انا راه درت حلوه، دهنت شويه ديال الشوكولاته ديال الدهن. وهنا غادي نهز هاد الخبزه الثانيه كما تشوفوا، غادي نديرها عليها وغادي نسد من الجناب ونحاول نسد على هذا الشكل هذا. راها ساهله ماهله. غادي ان شاء الله ندير معكم هذه، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير معكم وحده تكون مالحه، تجي رائعه وزوينه بزاف، تجي ساهله. يعني راه دغيا تتوجد، دغيا تحضريها، شي حاجه ساهله وبسيطه جدا. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي، والله لا راه دغيا توجدت دغيا هذاك الصفر ديال البيض. انا في الاول في الاول راه ما قلت لكمش، راني درت
بيضه، ولكن البيضه غير البيض ديالها، والصفر ديالها هو اللي خليته هنايا. راني زدت عليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وزدت عليه واحد شويه ديال الخل. صافي هنايا تنخلطو مزيان، تنسرحو على هاد الفتره كيما مباشره كي تنصايبها، كي تندير عليها البيض، كي تنرشها، نزينها باي تزيين، اي شي حاجه عندك يعني بغيتي تزينيها بكاوكاو، باللوز ايفيلي، لكن الاختيار. المهم اي حاجه حتى تجي معاها. هنايا راه رشيت على شويه ديال الجنجلان، وغادي نرش على ديك الحبه السوداء واحد شويه من الجناب. وصافي. وهنا راه من بعد هنايا راني شعلت على الفران، خليته يسخن مزيان مزيان، ومن بعد غادي ندخلها مباشره الفرن حتى طيب على خاطرها. يعني راه واخا تشوفوا المقله راه دغيا تطيب مع الفران تيكون سخون، دغيا تتوجد. شوفوا ما شاء الله راه تجي شي حاجه ساهله، ونتمنى تجربوها، تعرفوني علاش تنهضر. وهنايا هنايا من بعد ما طابت، شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي حمراء، تجي غزاله ما شاء الله، فنه وعائليه، وتاكلي فيها انت ووليداتك بالصحه والراحه. انا وريتك الوصفه، انت شكلي فيها كما بغيتي، ذوقيها كما بغيتي. شي حاجه سهله وزوينه بزاف. واللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم بزاف بزاف المتابعه ديالكم. والناس الجداد تنقول لهم مرحبا بكم، والناس القدام راه الدار داركم. وشكرا لكم بزاف على الكلام الطيب، الله يجازيكم بخير. هذا هو الفيديو ديالنا. شوفوا راه طيبه ما شاء الله من التحت ومن على برا، تجي فيها واحد الحموريه رائعه وزوينه بزاف، وتطيب على خاطرها. يعني راها ما تحتاجيش كل خطره تحلي عليها الفران ولا شيء، تديرها في الفران تخليها تطيب على خاطرها. بعد تجي طلعها تنهبطها غير واحد شويه تتحمر من الوجه، صافي وكنهزها. كما قلت لكم تنجبدها تنقدمها معكم على هذا الشكل هذا، مع براد ديال اتاي او كاس ديال القهوه بالصحه والراحه. شوفوا ما شاء الله راه واحد الرطوبيه وواحد الهشاشه ما شاء الله، تجي زوينه بزاف. واللي بغى يبدل يدير بالحليب يدير الحليب، اللي ما بغاش يدير الماء يدير الحليب. وهذا هو هذه هي الوصفه ديال اليوم. تنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وموعدنا ان شاء الله الفيديو قادم. شوفوا العجين راه مهوي ما شاء الله، يعني راه شي حاجه زوينه بزاف. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم، مع السلامه، الى اللقاء، الفيديو قادم ان شاء الله.